مرحبا، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بألف خير وانتم عم تحضروا فيديو اليوم. هلا اول شغله رح احكي لكم اياها انه عم بجرب جهاز جديد مانع اهتزاز، ما بعرف استخدمه لانه اول مره. طلعت من شوي من المدرسه لانه انا بشتغل بمدرسه، فيوم الاربعاء ما في دوام بعد الظهر، فقررت هيك فجاه انه اخذكم معي باعتبار انه هذا الجهاز معي، قلت منه بجربه ومنه باخذكم معي بالفتره اللي رح اعملها. رح اروح على السونتروفيل يعني مركز المدينه بتولوز، رح نقعد بشي مكان نتغدى وبعدين رح نقعد بمكان هادي لحتى نشتغل شوي على الكمبيوتر. فاذا كنتوا حابين مهتمين تيجوا معي بهي الجوله فتابعوا الفيديو للاخير. وهلا مثل ما انتم شايفين ماشي على جسر يلي بتطل على نهر الجارون. بالمناسبة في فيديو نزلته كمان جولة بمدينة تولوز عندي على القناة، روحوا شوفوه. انتم عم تحضروا هذا الفيديو. مدينة تولوز بتقع جنوبي غربي فرنسا، على قريب كتير على حدود اسبانيا، على ضفة نهر الجارون. هلا رح نروح لحتى نكفي جولتنا وننتقل للمكان يلي بعده. التراث العالمي لليونسكو. معكم هذا الفيديو لليوم من هذا المكان، ولكن الفرق انه انا لما عملت هذاك الفيديو كانت فترة الحج الصحي، فما كان في كثير عالم بالطريق، فما اعطيت تولوز حقها. رح ارجع اعمل فيديو كامل عن جولة بمدينة تولوز، اعرفكم على احلى المناطق فيها، ولكن هي بس هيك جولة صغيرة. تعبت لانه ماني متعودة على المشي. لي فترة بصراحة قاعدة بس عم باكل وعم باخذ وزن وما عم بتحرك كثير، بس عم باخذ المواصلات او السكوتر لحتى اروح على الشغل، ف لازم ادير بالي على لياقتي. وهلا يلا خلينا نروح نكفي الجولة. أكثر شيء أنا بحبه بتولوز هي الشوارع الصغيرة الضيقة يلي بتشبه شوارع الشام القديمة. هلا حناخذ بريك صغير ونتغدى بمحل اسمه صاج انكو، بيعمل صاج لبناني، فتعالوا لحتى نجرب الصاج اللبناني بصاج انكو هل هو طيب ام لا.
بونجور. نسوي نعم بتسوي. بتحكي عربي وانا بحكي عربي. تمام؟ وي انا من سوريا. اهلا وسهلا، وليه بتحكي معي فرنساوي؟ اهلا فيك، لانه ما بعرف انك عربي. لبناني حضرتك؟ لبناني. هيا ميت اهلا وسهلا. اهلا فيك. يا ريت. تعمل معروف. ساكنة بتولوز لا؟ بلا ساكنة بتولوز. لي 3 سنين عايشة بتولوز. حلوة تولوز. وي بحبها كثير. وانت لك زمان عايش بتولوز؟ ايه؟ 30 سنة. ميرسي كثير، شكرا. إذا مثل ما شفتوا صاحب المحل طلع لبناني يعني منا وفينا، خلونا ندوق سندويشة الزعتر واللبنة. خلينا ندوق. رجعت على الشام وسوريا. حنقوشة كتير 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 طيبة، مثل ما شفتوا انه عمل الصاج قدامي تماما، ففريش وطازة وسخنة، حتى اللبنة والزعتر اللي بقلبها بصراحة بشهي، ياخذ العقل. 10 من 10 ولا غلطة. رح نروح لحتى هلا اكفي المنقوشة وبعدين رح نكفي مشوارنا بتولوز. وهلا بعد ما اكلنا وخلصنا رح تروح لحتى نحاسب، ما بعرف صراحه وين هي الكاميرا، رح اجرب اطلع هون ان شاء الله تكون هون. رح نروح لحتى نحاسب، رح خبركم قديش طلع حق المنقوشه مع كاسه الشاي، وبعدين رح نروح للمحطه الاخيره اللي رح نقعد فيها بمكان هادي نشرب فيها شي شغله ونشتغل فيها على الكمبيوتر، فخليكم معي. اذا هاي كانت تجربتي مع محل ساج انكو. مثل ما انتم شايفين صراحه مثل ما حكيت لكم سندويشه المنقوشه كثير كثير طيبه. طلع حق المنقوشه مع كاسه الشاي 9 يورو ونص. رح اترك لكم عنوان هذا المحل، بنصحكم اذا كنتوا عايشين بتولوز او اذا اجيتوا على تولوز انكم تيجوا تجربوه اذا كنتم من محبين الاكل السوري واللبناني والمناقيش. يلا خلونا نروح على المحطه الاخيره. لكن الطقس بتولوز يعني مثل نفسيتي بهذا الشكل. فتنا على المحل كان الطقس حلو ما احلى، طلعنا لقينا الدنيا برد والدنيا مشتيه. لهون رح انهي معكم الفيديو لهذا اليوم يلي بتمنى انكم تكونوا حبيتوه واستمتعتوا فيه. اذا كنتوا حبيتوه فلا تنسوا انكم تضغطوا على زر اللايك، واذا كنتوا مو مشتركين بالقناه فاشتركوا بالقناه، وعلى الاكيد اتركوا لي تعليق وخبروني شو رايكم بهذا الفيديو. من هلا لحتى اشوفكم بالفيديوهات الجايه، تاكدوا انكم تكونوا بصحه منيحه وتصبحوا على الف الف خير. باي.